السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. ايه رأيكم بقى في التحفة دي؟ عملنا علبة حلاوة المولد كاملة متكاملة، مش هتحتاج ان انت تشتريها من بره. والنهاردة ان شاء الله اخر فيديو لحلوى المولد، وتبقي عملت كمية محترمة. حط لايك وشير لكل حبايبك، ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اول حاجة يا بنات هنشتغل فيها هي الشكلمة. هننزل بثلاث بيضات وهنحط عليهم نص كوبايه من السكر، وهتبداي تقلبي زي ما انت شايفه كده. مش محتاجه انت ان انت تجيبي عجان ولا مضرب بيض، انت كده هتشتغلي بايديكي وهتبقى معاكي زي الفل باذن الله. وهنحط رشه فانيليا، انت بالنسبه لك حطي كيس فانيليا. تمام كده. وهننزل بمعلقتين من السمنه كبار. يا سلام بقى لو بلدي هتبقى جميله يا بنات. مفيش خلاص اشتغلي باي سمنه ان شاء الله هتبقى جميله برده معاكي. وهنزل عليهم بمعلقه من عسل الكلوكوز تكون كبيره يا بنات ومهرمه. تمام كده. وهتبداي ان انت تقلبيها. طبعا لما نيجي نقلبها هتبقى تقيله شويه، مش هترضى تدوب، فانا هسخن شويه ميه زي ما انتم ما شايفين كده، وعلى البخار هبدا ان انا ادوب الخليط بتاعنا ده. ومعايا 250 جرام من جوز الهند، واحط عليهم معلقتين من الدقيق. تمام كده. وهبدا ان انا اجهزهم. دوبت خلاص الخليط بتاعي، هنزل عليهم بالمقدار بتاع الدقيق وجوز الهند بتاعتي. عايزه تنزلي بالدقيق لوحده هي مش هتفرق، سواء دي او دي هي مش هتفرق، بس انا ما حبيتش الدقيق يقوم على الوش وياخد وقت، فانا قلت ايه اخليه يتخلط كده في قلب جوز الهند وابدا ان انا اقلبه. سواء دي او سواء دي اشتغلي باللي يريحك، هي كلها تختلط مع بعضها. وبما اننا خلطناها كده وبقت زي الفل، هتبداي بقى ان انت تحضري صاج عندك، وتبداي ان انت تدهنيه بشويه سمنه زي ما انت ما شايفه كده، وتجيبي معاكي كيس حلواني وتحطي فيه البلبله اللي انت عايزاها اي شكل يعجبك، وتبداي تملي الصاج زي ما انت ما شايفه كده. حطي بقى الحجم اللي انت عايزاه، بس الحجم ده يا بنات كويس جدا. وتبداي تنزلي عليها بالكريز زي ما انت ما شايفه كده، نص كريزه ربع كريزه المتوفر عندك. وتبقي مولعه الفرن قبلها وانت بتحضري المقادير. هي عايزه درجه حراره هاديه يا بنات، 180 درجه او بكتير يعني 180 يا 160 170 في الحدود دي، تبقى هاديه النار، مش تبقاش عاليه قوي زي ما بنسوي الاسبونش بتاعنا. واول ما تطلع من الفرن بتاعك تبداي تسقيها بربع كوبايه من السكر وربع كوبايه من الميه. تمام كده. وهي كمان مش هتاخدها كلها. وبعدين تحضري زي ما انت شايفه كده ورق زي ما انت ما عايزه بقى تحطيها، تغلفيها في كيس صغنن كده او تحطيها في الورق بتاع الكب كيك ده زي ما انت ما عايزه. التسويه يا بنات من تحت قمه في الجمال. بصي من فوق زي من تحت تحطيها بالظبط. هي ما بتاخدش وقت، انا مش عايزه اقول لك وقت علشان انت ممكن يكون فرنك غير فرني. هي ما بتاخدش 10 دقائق في الفرن او بكتير او 12 دقيقه، بس برضو تابعي فرنك. اول ما تحمر من تحت خلاص خلصت على كده. هنبدا بقى نعمل الدوميه بتاعتنا. انا معايا كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، وهنزل عليهم بمعلقتين عسل كلوكوز يكونوا كبار ومهربين. يعني هتعمل معاكي بتاع تلت كوبايه. تمام كده. وتبداي ان انت تدوبيهم مع بعض. عايزه تعملي المقادير ديت على نار هاديه او على البارد مفيش مشكله، انا كده كده شغاله باي حاجه. وهتبداي ترشي عليها رشه فانيليا. ومعايا هنا نص كوبايه من النشا، وهحط عليها نص كوبايه من الميه، وندوبهم مع بعضيهم وننزل بيهم على الخليط بتاعنا. اهم حاجه يا بنات تكوني ماشيه بالمقادير مظبوطه زي ما انا ما بقول لكم بالظبط. تمام كده. نبدا بقى ننزل بالمقادير. تقدري تعملي ده كله على البارد. انا كده كده كنت مولعه البوتاجاز بتاعي على اقل درجه، ما كنتش مخليها حاميه قوي. وتبداي كل المقادير دي زي ما انت ما شايفه كده هتبدا تغلي معاكي. تنزلي بقى باللون الاحمر اللي انت عايزاه. شوفي انت عايزه قد ايه، انا شايفه اللون كده كويس. هتبداي تشتغلي فيها هتلاقيها بدات تقصر معاكي. كل لما تسيبيها على النار هتقصر معاكي. شايفه التقل ده؟ هي بياخد مده يا بنات في تحضيره. وتجيبي معلقتين من الجيلاتين كبار وتنزلي عليهم بربع كوبايه من الميه، وتقلبيهم كده ميه من الحنفيه عادي، ولا تسخني ميه ولا اي حاجه. وتنزلي بكل المقدار بتاع الكوبايه، ما تسيبيش فيه فتفوته عشان ده مقدار يا بنات. تمام كده. وتبداي تقلبي. اول ما هتنزلي بيه هتلاقيه ساح كده وعمل زي الميه، هتقولي ده باص ده ولا ايه؟ لا هو ما باص ولا حاجه. هو برضو بتفضلي تقلبي لحد ما يقصر معاكي ويديكي التقل اللي انت شايفاه قدام عينك ده. انا بس حبيت اختصر لكم الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم، هو بياخد وقت طويل جدا. وتنزلي بكوبايه من السوداني. في الوقت ده خلاص هيبقى اتعمل. اوعي تنسي الكيس يا بنات اللي انا بقول لكم عليه بتاع التلاجة، تفتحيه زي ما انت ما شايفه كده وتدهنيه زيت كده. تمام. اصب بقى المقدار كله زي ما انت ما شايفه كده، ما خليش ولا فتفوته فيه، وابدا اسويه. خدي بالك بيبقى سخن. هندهن بقى الحروف بتاعه الكيس من بره بالزيت، بحيث ان انا لما اجي اقفله عليه ما يلزقش، ولما اجي اشيله يطلع بكل سهوله. الزيت مش هنستغنى عنه في حلاوه المولد ابدا. تمام كده. تضغطي عليه بحيث ان هو كله يبقى ميه واحده زي ما بيقولوا، وتركيني على جنب. وتبداي تحضري الوصفه الثانيه. ده الملبن الحبل يا بنات. انا بعمل بس معاكم الملبن الحبل ده بالفتله كده او بالخيط. انا ما بعملوش كده، انا هوريكم برضو طريقه تانية انا بشتغل بيها، بس انا عملته كده للي عايز. هحط برضو نفس المقادير اللي فاتت، كوبايه ونص من الميه، عليها كوبايه ونص من السكر، عليها معلقتين من عسل الكلوكوز يكونوا كبار. تمام كده.
نفس المقادير بتاعه اللي فاتت، هي نفس المقادير بتاعه الملبن الحبل، لان هو الملبن كله واحد، مقدار واحد. تمام كده. وهنزل بنص كوبايه من النشا عليهم نص كوبايه من الميه، وهبدا اقلبها واحطها فوق المقادير بتاعتنا. تنزلي بيها سخنه، تنزلي كله على البارد، ما عنديش انا مشكله، انا بشتغل باي حاجه. تمام كده. وتقلبي لحد ما يبدا يقصر معاكي، هو نفسه هيقصر معاكي. وبعد ما هيقصر معاكي هتبداي ان انت تنزلي عليه برشه صغيره كده زي ما انت ما شايفه من الفانيليا. تبقي مجهزه في الوقت ده الجيلاتين بتاعنا. بصي لما بعمل بالمعلقه كده اهو كده تقيل، ما في الخط ده ما بينزلش على الخط ده، عشان تعرفي ان هو تقيل ومتماسك ومظبوط. ومعايا نص كوبايه، ربع كوبايه عفوا، من الميه، وعليها معلقتين برضو من الجيلاتين الكبار، وهبدا ادوبهم ميه من الحنفيه يا بنات. وبعد ما تدوبيهم تنزلي بيهم على الخليط بتاعنا. اهم حاجه تنزلي بالمقدار كله، لو فضلوا حبه في الكوبايه ما تسيبهمش، بالمعلقه كده السيليكون وتنزلي كل المقدار اللي فيها. تمام كده. وبعدين تاخديهم وتقلبيهم، تفضلي تقلبي لحد ما يقصر معاكي، هياخد وقت طويل جدا. اهو بصي يا بنات اللون وصل لحد فين. تمام كده. هعمل كده بالمعلقه، خلاص ده ما بيخشش على ده، الخط ده ما بيخشش على الخط ده. وابدا اجيب بقى الكيس بتاعي، انا حطاهم فوق قدامكم على الماسوره اهو، شغاله كده بحضر كل حاجه عشان ما انساش. ودهنه كده من الزيت بالفرشه بتاعتنا. وانا هعمل الخليط ده على 3 مرات، هاخد فيهم كده معلقتين او 3 بالنظر، وهبدا احط الحبل زي ما انتم شايفين كده بتاع ايه، عين الجمل. تمام كده. ما عندكيش عين جمل اعمليها ببندق، بلوز، يعني باي مكسرات، حتى السوداني ينفع، هتحطيهم جنب بعض كده برضو السوداني هيبقى جميل جدا. تمام كده. وتبداي تلفيهم زي ما انت ما شايفه. اللي عايز بقى يعلقه يعلقه، انا مش هعلقه ولا حاجه، اللي عايز يعلقه يعلقه، ويفضل كل شويه يحط عليه وهو متعلق، عذاب بقى يا بنات. فانا اخترت الطريقه الاسرع والاوفر ليا في الوقت. هنا برضو نفس القصه، هرصص كده عين الجمل زي ما انتم ما شايفين من غير حبل ولا اي حاجه. وتبداي ان انت تحطيهم جنب بعضهم كده وتلفي بنفس الطريقه. الملبن الحبل ده يا بنات محتاج ان هو يتربط في ماسوره زي اللي قدامكم ديت كده، ويتحط تحت منها طبق، وتفضلي كل شويه تحطي عليه لحد ما يمسك، تحطي عليه لحد ما يمسك، فعذاب. فانا جبت الطريقه الاوفر والاسرع. هنا بقى الملبن الاحمر بتاعنا طلع. تمام كده، اللي هي الدوميه. وبدات ان انا زي ما انتم ما شايفين ببل السكينه بس بزيت كده صغير، بمسحها كده عشان بتلزق يا بنات. دايما خلي الزيت جنبك، امسحيها اول ما بتلزق معايا، بقوم حاطه لها ايه، مسحه زيت كده. بصوا يا جماعه الجمال، يعني بسم الله ما شاء الله، والله احسن من بره 1000 مره، وحاجه انت عاملاها ومضمونه وقمه في الجمال. انا قطعتها كبير كده، عايزه تقطعيها انت مربعات صغيره قطعيها، انا عملتها الحجم العائلي، حاجه كده يعني تملى العين. بصوا الحلاوه، كل حاجتنا في البيت تعملوها والله يا بنات، وهتعملوا احلى علبه حلاوه مولد، ولا تشتريها من بره ولا حاجه، اسعارها طلعت في السماء. وهاخد برضو الملبن بتاعي بتاع الحبل دوت اللي هو محشي عين جمل، وهبدا انزله في الدقيق كده، يا اما اخد شويه كده على القرمه زي ما انتم ما شايفين، واحط شويه كده واحطها فوق منها عشان اعرف ايه ان انا اقطعها، لان انا لو حطيتها كده بتلزق. تبداي تحفظيها في اكياس بلاستيك او في ورق الكب كيك زي ما انت ما عايزه، وكلي احلى حلاوه مولد، وتبقي عملتي علبه متكامله. بصوا يا بنات، ايه رايكم بقى في الكميه دي؟ كانك مشترياها من بره. وبصراحه احنا عملنا الحلويات اللي احنا بنحبها بس، يعني الاقراص التانية دي ملناش فيها قوي، انا عملت كل الحاجات اللي عيالي بيحبوها. التزموا بكل المقادير اللي قلتها لكم في الفيديو يا بنات، وهتطلع معاكم تحفه باذن الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم وبين ايدينا. وبكده فيديو النهارده يكون خلص. لو عجبك يا ريت ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.